السلام عليكم جميعا، معاكم جيهان. تعالوا النهارده نعمل للقرص الطريه دي حلوه قوي عشان نستعملها. انا عملتها ساده يعني من غير عجوه ومن غير حاجه، عشان ناكلها مع الجبن، ناكلها مع اي حاجه، مع شاي بلبن. تبقى لذيذه كده وحلوه وهتعجبكم جدا، وطريقتها بسيطه خالص. الاول هنبدا ان احنا نجيب كوبايه ميه دافيه ونحطها في بوله، علشان الخميره لازم نجرب الخميره برضو قبل ما نستعملها. خميرة فورية، كيس واحد بس كده. الكيس ده هعمله على كيلو دقيق، ومعانا معلقتين سكر حلوين كده، وادوبهم شوية مع بعض واغطيهم واسيبهم لحد ما يتفاعلوا مع بعض، عشان اعرف ان الخميرة لو تفاعلت يبقى كويسة وما تبوظليش المقادير بتاعتي. هيبقى عندي كمان هاخد معلقة ينسون ومعلقة شمر، حمصهم شوية كده على النار عشان نشيل منهم الرطوبة بتاعتهم اللي بتبقى موجودة طبيعي مهما كان حاطينهم في حتة كويسة، بس بتطلبهم رطوبة برضه. هيبقى معايا كيلو دقيق. هبدأ الأول بحبة كده، وبعد كده وانا بشتغل هزود. هنحط نص معلقة ملح كده، ومعلقة بيكنج باودر، ومعلقة سكر عليها، ونقلب برضو المقادير الجافة مع بعض، ونحط اليانسون والشمر. انا بحب اطحنهم طحنة خفيفة كده بالكوباية، عشان تطلع ريحتهم تبقى حلوة اكتر، يعني تطلع ريحتهم حلوة في العجين. بس بنقلبهم بقى كويس ونخلطهم كويس مع بعض. وبعد كده زي ما احنا شايفين كده، طالما الخميرة طلعت الفوران ده تبقى هي شغالة كويس. هنضيفها على الدقيق. انا عملت في ناس بتحط لبن مع الخميره عشان تدي طراوه شويه. انا حطيت ميه علشان هي يعني مش لازم تبقى طريه قوي، عشان يعني احنا في البيت بنحبها مش طريه قوي، يعني عشان ناكل بيها جبن وحاجات كده تبقى جميله يعني، فانها مش محشيه. بس المهم بقى اقلب العجينه كده واخلطها كويس قوي مع بعض، وبحط لها بقى كوبايه زيت او حبه سمنه صغيرة معاها مع الزيت، عشان تطلع طعمها برضو حلو. بقلب بقى العجينة كده واتأكد ان هي ايه ماسكة في بعضها كده، قبل ما اغطيها واسيبها ساعتين 3 حسب ما الاقي العجينة خمرت معايا كده. خمرت اهي ومسكت في بعضها، الملمس بتاعها بيبان كمان. احط شوية دقيق كده وانزلها على الرخامة واكمل لها ايه العجين بتاعها كده شوية حتة، وبعد كده ايه ألمها، يعني بنلم العجين على بعضه كده. اقطعها بقى نصين، نص بقى لازم واحنا بنشتغل الكمية اللي انا بشيلها اغطيها على طول، ما سيبهاش تنشف. بقطعها قطع كبيرة شوية، وبعد كده ابدأ ايه اقسمها على حسب بقى ما انا شايفة ايه العجين في ايدي. احاول برضو ايه اقلل الكروريات دي شوية، عشان ايه متبقاش القرصة كبيرة شوية. ودي مكبسة العجين اللي كنا اشتغلنا بيها زمان قبل كده، كذا مرة اشتغلت بيها، كانت عجبتكم قوي. اولا دي بتبقى لذيذة بقى انها ايه على طول بتحطي الكمية بتاعت الكورة بتاعت العجين تفردها، كلهم بيطلعوا مقاس واحد. بضغط طبعا ضغطة صغيرة عشان ايه متبقاش رفيعة اوي وتتحرق. تطلع بقى حاجات زي كده، احطها بقى في الصاج واخرمها شويه بالشوكه عشان ما تنفش معايا قوي بس، واسيبها في الفرن بتاخد على حراره كده 180، بتاخد مثلا نص ساعه. واللي حابب يحمر وشها شويه ممكن تتحط تحت الشوايه، ما فيهاش مشكله. بس هي كده بتبقى زي ما احنا شايفين طريه وخفيفه ووسط، يعني لا ناشفه قوي ولا طريه قوي، وبألف هم.